كل شوية كده لازم تلاقي حد سواء صحفي سواء لاعب كرة عربي يطلع يقول لك ان كذا افضل من محمد صلاح، رياض محرز افضل من محمد صلاح، اشرف حكيمي افضل من محمد صلاح، مسيرتهم في الملاعب افضل من مسيرة محمد صلاح. طبعا كلام فارغ وكلام هايف وكلام تافه. محمد صلاح يا جماعة لا يقارن بأي لاعب عربي أو لاعب أفريقي. محمد صلاح أكثر لاعب إحرازا للأهداف في أقوى دوري في العالم. محمد صلاح أكثر لاعب عربي صناعة للفرص في أقوى دوري في العالم. محمد صلاح اللي لما بيبقى فيه معسكر لليفربول او اثناء مباريات ليفربول يا جماعه مع اقوى فرق العالم، بتلاقي 3 و4 لعيبه من الفرق المنافسه بتتعارك على فانيله محمد صلاح والماتش شغال. كل شويه لاعب رايح له والكاميرا جايباه بيكلمه عن الفانيلا وعاوز الفانيلا بين الشوطين او عاوز فانيلتك او التيشيرت بتاعك بعد نهايه المباراه. محمد صلاح يا جماعه اللي العالم كله بيتحدث عنه انه واحد من افضل لاعبي العالم في التاريخ. تيجي انت بقى لاعب مغربي اسمه سفيان بوفال ولا مش عارف اسمه ايه ويقول لك ده رياض محرز ده افضل لاعب عربي في التاريخ. كان في منافسه مع محمد صلاح بس رياض محرز انت مين يا سفيان يا اسمك ايه بوفال ولا اسمك ده؟ انت تاريخك كله دكه احتياطي. يمكن انت كان عشان بتقعد دكه ياما في الفرق اللي بتلعب فيها، ورياض محرز قعد 3 4 سنين دكه في مانشستر سيتي، فدكه بيقول على دكه ان هو ايه افضل لاعب عربي وافضل من محمد صلاح. طبعا احترامنا الكبير لرياض محرز، لاعب كبير، لاعب الاهلي السعودي حاليا، الاهلي السعودي اللي مستواه زي الزفت في الفتره الاخيره ومش حلو وبيتهزم هزايم وحشه خالص. طبعا كلام سفيان بوفال ده كلام ما فيش حد عاقل يعني هنعلق عليه. انا كمصر اقول لك ايه يا ابني؟ ده محمد صلاح ده بعد 3 4 اجيال من الان، يعني كمان 30 40 سنه في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي مصر، احنا هنبقوا اجداد بقى، هنبداوا نحكوا عيالنا قصه محمد صلاح. هيقول لك يا جد هو ده كان نازل لاعب خارق يعني نازل من كوكب تاني على الارض؟ هتقول له يا ابني ده من بسيون من طنطا من الغربيه. هيقول لك هي بسيون دي حته في كوكب تاني مثلا غير كوكب الارض ونزل منها؟ وليه اللاعب ده ما اتكررش تاني ولا جه قبله ولا جه بعده في تاريخ الدول العربيه؟ تقول لي اصل مش عارف مين افضل من محمد صلاح. يا ابن عيب يا ابن، محمد صلاح ده ملوم يعني ما تقارنوش. هتقارنه ازاي دلوقتي؟ محمد صلاح تحطه مع ميسي، تحطه مع رونالدو، بس كده الاثنين دولت اللي ممكن تحط محمد صلاح في مقارنه معاهم. انما لعيبه تانيه مع احترامي يعني سواء عرب سواء افارقه سواء حتى عالميين، محمد صلاح ما ينحطش مع حد فيهم ولا يتقارن مع حد فيهم. حاجه غريبه جدا. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.